هو ازاي انا هلعب نهائي كاس مصر يوم 20/5 وبيراميدز شقيق حبيبي عنده نهائي دوري ابطال افريقيا؟ الضمير الوطني بينقح عليا ولازم الماتش ده يتاجل لشهر 6. ما ينفعش يتلعب وحبيبي عنده نهائي دوري ابطال افريقيا. الماتش اتاجل يوم 5/6. طب وزيزو هيسافر مع الاهلي يوم 6/6 برضه؟ طب لا يا جماعه، لا بصوا بقى. عقد زيزو اصلا اخر قسط فيه يوم 1/7، وما ينفعش يمضي لاي نادي قبل 1/7. ده اللي موجود في العقد. ايه ده؟ هو عقد زيزو مش مترخ؟ مكتوب فيه انه لحد نهايه موسم 2024 2025. يعني 1/7 دي مش يعني هيسافر برضه مع الاهلي؟ لا يا جماعه، على فكره بقى، عقد زيزو اصلا طالما بنهايه 2024 2025 يبقى نهايته مع نهايه كاس الرابطه. نهائي كاس الرابطه يوم 12/6، ما ينفعش يلعب لاي نادي قبل 12/6. ايه ده؟ واحنا اشتكينا وجالنا الرد من الاتحاد ان نهايه عقد زيزو مع نهايه الكاس. طب والرابطه؟ عشان خرجنا منها. طب وايه يعني؟ بس هي بطوله وديه. ايوه، بس اللي بيكسبها بيصعد السوبر، بيلعب في السوبر المصري. حتى السوبر المصري كمان يعني الصعود ليه ده ودي. المفروض ان السوبر المصري قانون ما بين بطل الدوري وبطل الكاس. طب والدوره دي بتمشي حبي؟ يعني الرابطه دي وديه بتتلعب اثناء التوقف الدولي بدون الدوليين، يعني البطوله مش يعني هو زيزو كده كده هيسافر مع الاهلي برضه؟ لا يا جماعه، الموضوع ده انا مش هسكت فيه. انا هي دي بطوله السنه دي، ان زيزو ما يلعبش مع الاهلي في كاس العالم للانديه، وهصعد الموضوع لاعلى المستويات، وانا سمعتي في الفيفا زي الفل. اول ما هقول لهم هيقولوا لي على طول اللي انت عايزه. انا مش هسكت في الموضوع ده، شغلتي الشاغل، مش هنام ولا يهدى لي بال الا لما زيزو ما يروحش مع الاهلي كاس العالم.